قولي لي يا اختي، هي الدنيا ماشيه بالمنظار ولا يعني ماشيه بالمنظار؟ احترتي يا حبيبتي واحتار ده ليه؟ انت عارفه الست كريم جارة غاليه وحبيبه ما تتخيرش عن السامعين، وما تعرفيش غلاوتها عندي قد ايه. عشان كده كل يوم يا حبيبتي اروح عندها، ساعات تلاقيني عندها الصبح وساعات تلاقيني عندها الظهر، يعني يا حبيبتي زي ما تقولي كده نربط عندها. وبقيت لما اقول لابو سيد انا رايحه لست كريمه يقول لي انت مش كنت عندها امبارح يا بمبا؟ ايوه يا ابو سيد. وكنت عندها اول امبارح يا بمبا؟ تمام يا ابو سيد. واول رحت لها الصبح وبعد الظهر يا بمبا؟ صح يا ابو سيد. طب لما هو صح خففي عليها شويه عشان تبقى زيارتك لها معنى، زيارتك غاليه. قلت يا اختي اطوع الراجل على قله عقله واشوف اخرتها ايه. رحت قاعده جمعه بحالها ما روحش، وجيت يا حبيبتي رحت قابلتني الست كريمه والعيال اتلموا حواليا وبقوا يا اختي ما هماش عارفين يعملوا معايا ايه. وست كريمه بقت طايره بيا طيران ومش عارفه تعمل معايا ايه ولا ايه. وقالت لي وهي متاثره برضو كده يا خالتي بامبا، تغيبي الغيبة دي كلها جمعة بحالها يا خالتي بامبا. والنبي كل يوم الولاد يسألوا عليك. سألت عليهم العافية، والنبي يا اختي غصب عني الله يجازي اللي كان السبب. مين؟ لا مفيش. قولي لي يا اختي، نعم. اوعى اكون جيت يعني في وقت غير مناسب، ولا يعني اكون شغلاكي عن حاجة كده ولا كده ولا شغليني ازاي يا خالتي بامبا؟ ده لما يكون ورايا الشغل متلتل كمان. ده انت قعدتك الحلوة دي بالدنيا. تشربي ايه يا خالتي بامبا؟ ملوش لزوم اتعبك يا ست كريمة. ودي تيجي برضو لازم تشربي حاجة. اقول لكم الحق، كريمة صحيح، وهي كريمة ما بقتش عارفة تجيب لي ايه ولا ايه ولا ايه. ايش سخن وشي ساقع وشي والنبي تاكليها، والنبي تاكليها يا تعدمين. ودي دوقيها كمان عشان خاطر. يعني بقول وبقيت يا اختي مش ملحقه على الاكل ولا الشرب اللي قاعده تزغطني بيه. وبعد شويه اسم الله عليكم جوزها جه وبقى راخر هيطير بيا طيران. وبقيت يا اختي عامله زي العروسه اللي في الزفه. حق بقى يرضيكم اسمع كلام الراجل ابو سيد ولا اروحش ازورها، ولا دايما ازورها وودها مادام بيحبوني قد كده؟